وصفة هتخلي شعرك مزرعة من الشعر، تطويل، تكثيف، وقف تساقط، انبات فراغات الشعر. وصفة طبيعية 100%. استعدي للعيد بمظهر صحي وشعر طويل وكثيف. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم وصفه رائعه جدا نستعد للعيد بشعر صحي وطويل وكثيف، مفهوش تساقط، مفهوش فراغات، شعر شكله صحي جدا، فيه لمعه، فيه مظهر صحي جدا. الوصفه دي هتطول لك شعرك وهتلاقي النتيجه في خلال ايام قليله بجد يا بنات. وصفه حلوه جدا لو عملتيها زي ما هقول لك عليها وتستعمليها صح، هتلاقي النتيجه تقريبا من اول اسبوع استعمال. يلا بينا نبدا في وصفه النهارده، ما تنسوش اللايك والاشتراك. يلا بينا نبدا في وصفه النهارده. يلا بينا هنبدأ بأول خطوة معانا وأول مكونات معانا. الوصفة دي أول حاجة هنستخدمها مع بعض وهو حبة البركة. حبة البركة أو السانوج من الحاجات الحلوة جدا اللي بتطول الشعر جدا. بناخد منها برضو حوالي معلقة كده صغيرة من السانوج. الوصفة بتاعت النهاردة كلها مواد طبيعية، يعني آمنة تماما على الشعر، آمنة للأطفال، وآمنة على الحوامل، وآمنة على كل الناس تقريبا، وتنفع للشباب، تنفع لكل الناس. تاني مكون معانا وهو ورق الزيتون. ورق الزيتون المجفف ده بديل لزيت الزيتون، لو انتوا ما بتحبوش الزيوت وتحطوها على شعركم فورق الزيتون هو افضل بديل ليها. كل الحاجات دي تتجاب من عند العطار، تروحي عند العطار وتقولي له انك عايزه ايه، ورق الزيتون، وبتاخدي منه كميه اللي تناسبك. رائع جدا 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 لوصفه النهارده. تاني مكون معانا هو الروزماري او اكليل الجبل. طبعا غني عن التعريف، رائع جدا جدا للشعر. والناس اللي متابعيني من زمان عارفه ان انا بعشق اكليل الجبل او الروزماري. يعتبر من الحاجات الرائعه جدا، وحصل عليه ابحاث كتيره قوي واثبتوا ان هو فعال جدا لتطويل الشعر. بناخد الثلاث مكونات دي مع بعض. طبعا دي مش بس اخر مكونات، لسه في مكون اساسي هيجي دلوقتي، بس اهم حاجه نخلص من الخطوه دي. حطينا كل المكونات مع بعض، وبعد كده هنبدا ننزل عليها بميه مغليه ونسيبها 10 دقايق لربع ساعه تتنقع. اهم حاجه قبل ما نحط عليها الميه المغليه نتاكد ان الحاجات دي نظيفه. الورق الزيتون نظيف، نغسله كده شطفه خفيفه قبل ما نبدا نحط باقي المكونات مع بعض. دي شكل المكونات بعد ما شطفناها شطفه خفيفه. نبدا ننزل عليها بقى بالميه المغليه. اهو تقريبا دي بس الكميه بتاعه الميه المغليه. هنسيبها كده تنقع مع نفسها 10 دقايق ربع ساعه، وبعد كده نكون عملنا فيها المكون التاني. بعد كده نجيب اي طبق عشان نبدا نخلط عليه باقي المكونات معانا. والمكون اللي بعد كده وهو اساسي جدا في وصفه النهارده، وهو الصدر اليمني الحضرمي. ده من الصدر من الحاجات الحلوه جدا لتطويل وتكثيف الشعر ووقف التساقط. البنات الخليجيات دايما بيستخدموه. لو برضو في حد متابعني من الخليج هيعرف قد ايه الصدر رائع جدا جدا للشعر، ونتيجته فعاله جدا في الشعر. هنبدا نفتحه، وبعد كده نبدا نحط الكميه اللي احنا محتاجينها. انا هقول لكم بالظبط احنا هنحتاج كميه قد ايه. اهو بصوا، ده شكلها من الداخل، شكلها كده اخضر حلو قوي قوي قوي، وريحتها حلوة قوي. ازاي تجيبيه؟ ممكن تجيبيه من عند اي عطار يكون موثوق فيه. تقولي انك عايزه الصدر اليمني مطحون، او ممكن تجيبي الاوراق وتطحنيه انتي في البيت، او ممكن تجيبيه من على النت. اي حد بيبيع مثلا صدر يمني من الخليج او كده ممكن تشتريه عادي جدا. بناخد معلقه طعام كده عشان اقول لكم مقدار اللي احنا عايزينه بالظبط. اهو هقول لكم المقدار بالظبط. تقريبا بناخد حوالي نص معلقة، عشان الكمية دي لما نحط عليها مغلي المية هتنفش وتكتر، فاحنا مش عايزين نكتر قوي عشان يعني ما نكترش، يبقى في كمية مبهوقة، يعني ممكن نربي منها حبة. كمان عايزه اقول لكم ان الصدر اليمني ده ممكن كمان نعمله كماسك للبشره، بينظف البشره جدا، فهو الصدر رائع جدا لكل حاجه. بس احنا دلوقتي بنتكلم عن الشعر. بعد ما نحط مقدار نص معلقه كده زي ما قلت لكم كده كده الكميه هتنفش، واحنا مش محتاجين كميه كبيره عشان احنا مش هنحطها على كامل شعرنا، احنا بس هنحطها على فروه الشعر، عشان احنا بنستهدف التطويل والتكثيف ووقف التساقط وملء الفراغات. فكل ده هيبقى في فروه الراس. كمان الصدر ما ينفعش يتحط على الاطراف، عشان لو اتحط على الاطراف بينشف الشعر، فاحنا مش عايزين ننشف شعرنا، احنا بس عايزين نركز على فروة الراس.
كمان احنا ممكن نحط اضافات لو عايزين، ممكن نحط مثلا معلقه من الزبادي برضو بيرطب الشعر وبيبقى حلو جدا، بس انا مش عايزه ازود وافور في الكميات. كمان ممكن نحط اضافه من الزيوت اللي احنا بنحبها، تضيفي مثلا معلقه من زيت جوز الهند، معلقه من زيت الزيتون، الزيت الخاص بيكي المناسب ليكي. انا هحط برضو معلقه كده زيت الارجان، حلو جدا جدا للشعر. فحلو ان احنا نحط زيت برضو عشان الزيوت من الحاجات اللي بتطول الشعر جدا وبترطبه كمان، فهيكون رائع جدا ومناسب لوصفة النهاردة. حطينا مغلي الاعشاب وهنقلب كويس قوي. بصوا زي ما قلت لكم هو بيكتر وينشف، عشان كده مش عايزين نزود من المية اولا عشان يكون جل كده، وتاني حاجة مش عايزين نزود من الصدر نفسه عشان الكمية ممكن مثلا يفضل كمية كبيرة، فبلاش نكتر. اهو بصوا نقلب، اهم حاجة التقليب. عايزه اقول لكم بجد يا بنات من الحاجات الحلوه جدا هو الوصفه بتاعت النهارده. انتي لو استمرتي عليها من النهارده لحد العيد، يعني فاضل اقل من شهر، لو حطيتيها مره او مرتين بس في الاسبوع، بجد يا بنات على دخله العيد ورمضان هتلاقي شعرك بقى رائع جدا، مزرعه من الشعر. شعرك هيكون زي الباروكه، كل الناس هتسالك بجد انتي بتستخدمي ايه لشعرك عشان يكون بالشكل ده. زي ما قلت اول حاجه هو مش هيعمل لون لشعرك، لاي حد يسالني في الكومنتات هو امن للاطفال والحوامل زي ما قلنا، مش هيمسك في الشعر ويضايقك، ده اول ما تغسليه هيتغسل بسرعه جدا. اهم حاجه ان انت تتاكدي ان انت جايبه صدر نظيف. بصوا بيمط معايا ازاي كده كده، ده صدر يمني مظبوط، ده مش مضروب، ده اصلي تمام، بيور ده تمام. اهو قلبنا كويس. ازاي بقى نحطه؟ طريقه وضع الكريم ده على او الماسك ده على الشعر مع التقليب، اهم حاجه نقلب كويس كويس كويس. الماسك ده هنحطه مرة او مرتين في الاسبوع، يعني مثلا ممكن نحطه كل 5 ايام كده. كل مرة تيجي تغسلي شعرك حطي الماسك ده على فروة راسك تمام. بنحطه من ساعتين ل3 ساعات، ممكن تحطيه 3 ساعات 4 ساعات ماكسيموم، مش اكتر من كده. وبعد كده تغسليه كويس بالشامبو وتحطي بلسم وحمام كريم وكل الكلام ده، تغسلي شعرك كويس قوي وبس كده. بتستخدمي الوصفه دي زي ما قلنا مره واحده في الاسبوع او مرتين على حسب بتغسلي شعرك قد ايه، تحطيه 3 4 ساعات على شعرك. بجد يا بنات كريم ده او الماسك ده هيخلي شعرك مزرعه من الشعر، هيطول ويكثف الشعر في وقت قصير جدا. داخلين على العيد عايزين نخش بنيو لوك جديد بشكل مختلف، هتلاقوا في اول تعليق مثبت تحت الكومنت ده تحت الفيديو ده، وهتلاقوا في اول في الديسكريبشن او في صندوق الوصف هتلاقوا لينك وصفه هتخلي شعركم بني للعيد. نستعد بلوك حلو، مش عايزين حاجه تصبغ شعرنا ويدمر شعرنا، نعمل نيو لوك حلو بصبغه بني حلوه جدا للشعر. هتنفع شعرك مش هتضرها خالص، هتلاقوها في صندوق الوصف، كمان هتلاقوها في اول تعليق. خشوا بس كده، دي وصفه النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه، ويلا بينا